اكتر سؤال بتسأل اعمل ايه بدل السيجاره؟ لو ما لقيتش بديل هترجع لها تاني مهما حاولت، لانك مش بتدخن عشان سيجاره، انت بتدخن علشان احساس، وعشان تبطل لازم تغير الاحساس ده مش تمنعه. لما تتوتر انت مش محتاج سيجاره، انت محتاج تهدي جسمك. خد نفس عميق 5 مرات، امشي لمدة دقيقتين، اغسل وشك بميه ساقعه. لما تزهق السيجاره مش الحل، حرك جسمك، افتح فيديو تحفيزي، اعمل مكالمه مع حد بتحبه، اقرا، غير المكان اللي انت فيه. لو فاكر انها برضو بتساعدك على التركيز فده وهم. اشتغل لمدة 25 دقيقة بدون تشتيت، خد 5 دقايق راحة وكرر. لو بتلاقي نفسك بتدخن بعد الأكل، بعد ما بتشرب شاي، بتشرب قهوة، بتشرب مشروب معين، غير الروتين. بعد الأكل قوم اتحرك بدل ما تقعد. أدخن بعد مشروب معين، يبقى الحل إن أنا أغير المشروب ده. كل موقف وليه بديل. لو لقيت البديل الصح السيجارة هتخرج لوحدها من حياتك. ابدأ النهاردة، اختار موقف واحد بس وغير رد فعلك فيه. وفي الحلقة الجاية هقول لك تعمل ايه لو وقعت ورجعت تدخن.